السلام عليكم، كيفكن؟ إن شاء الله أموركم تمام. طمنوني عنكم. بعتذر عن تأخير تنزيل الفيديوهات، بس كانت عندي ظروف والحمد لله عدت على خير. طمنوني انتوا عنكم، إن شاء الله أموركم تمام. هلا نزلت لكم فيديو جديد، كنت بدي شوي بظروف صحية وغيرت المطبخ. مثل ما بتعرفوا انتوا مطبخي شوي قديم وما بقى خرج يستعمله واحد. هذا هو مثل ما شايفينه، يمكن نزل قبل هالمرة بالفيديوهات أو شفتوا. فعدم المطبخ أو بفرجيكم هلا شوفوا شلون وضعه سيء، وحبينا نغيره. وهي بداية من أولها عم بصور. شوفوا يعني عدمان والغاز والغسالة والأمور هيدي القطع الكهربائية كليتها تمام، ما فيها شي، بس الدف كله تعبان. فهلا كهنة جبنا رجال وإجا الله يعطيه العافية، آه شالوا للمطبخ. والله نحن كنا اكلين همه، بس ما شاء الله. قال بيقول اعطيه الخبز للخباز لو اكل نصه. هي هو عم يشيله هون، هو والشاب، الله يعطيهم العافية ويرزقهم كلهم ان شاء الله يا رب. هون ورق الجدران، نحن حاطين ورق جدران. فقلنا الرجال الزلمة قالنا انه لازم نشيل هذا ورق الجدران مشان ندهن. طلعوا على المطبخ على اساس هو نضيف من برا، بس وقت قلعنا الخبز من المطبخ الحيطان عدم الحيطان صارت. فهيك ابني وانا وكليتنا، جوزي هان كان وضعه الصحي تعبان ما خرج يساعدنا، فانا وابني كليته ورق الجدران قلعناه مشان قبل التدهين. يعني يا صبايا عن جد انا ما بنصح بورق الجدران، صعيب يعطي منظر حلو، بس وقت بدك تقيموه يا لطيف شلون بيطلع منظره. هون مثل ما شايفين ابني عم يشيله، اللهم صل على سيدنا محمد. صلوا على النبي يا جماعة. شايفين كمان عنا هون القطة، واو على بيومة شلون قضيت، كيف عدى علي هالأسبوع بتغيير المطبخ. دنيتي ما بقى لا نعرف ننام ولا نعرف نقعد ولا نعرف. بيتي كليته كليته بيتي توسخ. يلا الحمد لله مرقت، بس كانت النتيجة كتير مرضية الحمد لله. شوفوا كان قالوا لنا انه الورق الجدران لازم تحطوا عليه مي سخنة، لاني شفتوا فيه مادة لاصقة، ولازم كله تشتشوه بمي سخنة و... وتقبعوا. وقبعنا، وهي شفتوا هاي النتيجة. هاي انا بعطي لقطات يعني سريعة مشان ما يطول الفيديو اكتر. هاي بعد ما دهنا وشين وهسه عم نشتغل فيه. هاي البراد عم نحركه من هالقرنة لهالقرنة، لأني من الباب ما بيطلع، من باب المطبخ ما خرج نطلعه. بس الطاسة الدنيا عندي هون الأرض ياي. شوفوا هلأ الأرض ما أحلاها، بس إشو كانت عدم قد ما سوت الدهان. وهون الرجال إجا هون مركب المطابخ، المعلم إجا هو ومساعده، الله يجزيه كل خير يا رب. صاروا يركبوا المطبخ. هاي هون عم يركبوه. المطبخ طلع بجنن النتيجة الحمد لله. خليكم للأخير وشوفوا. وإذا عجبكم الفيديو حطوا لي لايك واشتراك، وإن شاء الله الفيديوهات الجديدة راح تعجبكم، راح تنول رضاكم. وهاي النتيجة، شوفوا على النتيجة ما أحلاها. هاي بعد أسبوع من الشغل هيدي المطبخ. شوفوا اعطوني رأيكم فيه، إن شاء الله هيك عجبكم. أنا عجبني كتير كتير، حبيته، حبيت اللون. شوفوا لي اللون كتير حلو ولا شو؟ اكتبوا لي بالتعليقات. هاي شميلة شو اسمه هذا، شفاط. هاي جبت تبعي التوابل. حلوة حلوة، ذوقي حلو. شوفوا. صلوا على النبي يا جماعة، صلوا على النبي. اللهم صل على سيدنا محمد. ما شاء الله لا حول ولا قوة. طلع المطبخ كتير كتير بجنن. هي التركينة الأولى إسا، يعني إسا الإزاز البلور بالبوفيه ما مركبته، يعني إسا ما مطبقته، بس هي يعني بعد انتهاء الشغل ومسحت المطبخ
وطبقت فيه هيك شوي، ركنته شوي، ولكن أخذ معي جمعة تانية لحتى قدرت ركنه على الأخير. وراح أنزلكم فيديوهات وراح تشوفوا يعني تركيبته الأخير وأنا وعم بستعمله. بس هلأ أنا عم بفرجيكم هاي النتيجة بعد ما ركبنا المطبخ كيف صار، واعطوني رأيكم. هون كانت الأرض باردة وعندي بنت صغيرة، فمديت سداجة بأرض المطبخ مشان لأني بتضل لاحقتني من قرني لقرني، بتضل ورا مشان ما يجي على بطنها أو يا كان أنا طالعة بالفيديو. حلو، إن شاء الله عجبكم. اللهم صل على سيدنا محمد. هي نتيجته.